اللي ديجاجاتو لا سيليكسيون ديالنا في قطر، يعني خرجت لنا واحد الروح فريده، واحد الالتحام. وهذا هو الجانب اللي اثر ربما في الشباب من هذه الناحيه. اما من ناحيه الضغوطات ما كانش شي ضغوطات اكسترا. طيب سي سعيد شيبه، على كل جميع الحالات المشاركه ديالكم في الكان ديال الجزائر كانت في ظروف في شكل شويه على الفتح، مشيتوا في اخر لحظه. قدرتوا توجدوا في خاطركم ولا كنتوا شاكين واش غنشاركوا ما غنشاركوش، نوجدوا ما نوجدوش، نديروا الاهداف ما نديروش الاهداف؟ لا ما كاينش، ما نطرحش هذه المساله، لانه العمل كان على مدار سنتين. يعني التاهيل ديال هاد اللاعبين منذ سنتين من يوم التحقت كان بهدف المشاركه في كاس افريقيا. يعني بكل ما جات في الطريق من مناسبات، من اقصائيات. احنا لعبنا الاقصائيات ديال شمال افريقيا في الجزائر قبل اشهر من كاس افريقيا. فالتحضير كله او يعني التركيز كان على النهائيات ديال كاس افريقيا. التحضيرات كانت بشكل عادي جدا، خصوصا انه في الكواليس كان عندنا دائما تطمينات من المسؤولين، من رئيس الجامعه تبعتنا برسائل بانه غنشاركوا، اننا نستعدوا بشكل طبيعي. وكنا عارفين على انه الجامعه الملكيه المغربيه كانت في حقها المشروع الدفاع على اشياء يعني منطقيه، وهي حق التنقل بطريقه معينه عكس ما كان متاح. وكان عندنا يعني التاكيد على انه بضعه ايام قبل هذا على اننا غنسافروا، لذلك ما كانش عندنا الشك. يعني وشاهدنا بانه ما كانش شي تاثير على هذاك السسبانس اللي كان عند البعض اللي ما كانش عندنا حنا. هادشي على كل حال سي سعيد شيبه، انا كنعرف ما كتبغيش تدخل في البوليميك وهذا الشيء كله، ولكن انا غنسول وانت جاوبني. كان شي حاجه الكادر مناسبه رياضيه ما فيهاش نقاش. الظروف اللي كنتكلموا عليها عارفينها بلا ما ندخلوا فيها. كان ساهل دير مسار مزيان ديال المنتخب ديال اقل من 17 سنه في دوره منظمه في الجزائر في ذوك الظروف اللي كنعرفوا، كان ساهله؟ وهي ما كاين حتى شي حاجه سهله، حتى كرويا ما سهلاش. لان البطوله ديال كاس افريقيا في هذه الفئه من اقوى البطولات على المستوى العالمي، يعني مقارنه مع القارات الاخرين او الجهات الاخرين. يعني حتى كاس العالم ممكن تحظى بمنافسين اقل ربما في دور المجموعات. كرويا يعني هذا من جهه ايضا الظرفيه، لانه ما يمكنش نتخباو ونقولوا انه الظروف عاديه. احنا عارفين الظرفيه بين البلدين، عارفين انه غيكون هناك تصيد في بعض الاحيان. فالانسان خصو يكون جاهز يعني ذهنيا على انه يحاول يجيري، يعني يواكب الاحداث بتلقائيه بدون تصنع وبدون بريديسبوزيشن، كما تكونش يعني متوقع الاشياء اللي ممكن تطيحك يعني في ولكن انت ما طحتيش ليهم سي سعيد شيبه. واش خدمتي على المساله ولا انت هكا داير؟ لان انا تبعت الندوات الصحفيه كنت كنلقى فيها متعه. التصنع ما يعطيش نتيجه، لانك ممكن تصنع الفتره، لانك تقول داكشي اللي باغي انت، ما تقولش داكشي اللي باغي يخرج منك الصحافي. واش عرفتي في شي لحظه بانك كاين اللي باغي يستفزك؟ كانوا نماذج، ولكن خصنا نكونوا صادقين ايضا. كاين ناس يعني الناس مزيانين بزاف في الجزائر، من الصحفيين، من المسؤولين، من المنظمين. وكاينه فئه اللي يعني عندها اجندات ربما وتتحاول تبحث، ولكن استقبال زعما التعامل معهم يعني سهل، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. يعني الا كنتي يعني الامور واضحه في راسك على انه ما تخرجش من الاطار الرياضي وانك تجاوب رياضيا. الكره نبقاو في الكره. ولكن بالمناسبه بين قوسين لما قلتي ريح كلشي كيتسائل عليه. واحد الصحفي ديالهم ولا ديالنا؟ ديالهم. ما كانش ديالنا. بصح ريح شنو خصتي بها؟ راه كلشي كيتسائل سي سعيد شيبه. هو بغى يدير واحد الاسقاط على عدم المشاركه ديالنا في بطولات الشان. يعني واللي الشخص اللي تيدير الندوه يعني رفض الاجابه، فهو تلفظ بواحد الكلام يعني، وقلت له يعني ريح ولا نخرجوا شويه للكولوار نتفاهموا ونرجعوا. فهمتي يعني بهذه البساطه، بكامل البساطه والهدوء ديال سعيد شيبه. الله يعطيك الصحه. طيب نرجعوا للرياضه. الا بغيت نعرف المفاتيح ديال سعيد شيبه في التالق ديال الايديسات في المغرب كشخصيه مدرب، علاش هو سمعنا في قطر وليد الرضا قنيه ورضا الوالدين؟ ماشي سعيد شيبه شنو عنده؟ ماشي مفاتيح ديال الشخص ديال سعيد شيبه، هذا عمل ديال الجماعه.
يعني هو عمل تكاملي، عمل ديال سنتين ديال واحد الستاف تكنيك اللي ما يمكنش ما نذكروش الاسامي ديالهم، يعني السي نور الدين بوبو كمدرب ايضا معايا، السي نادر الماغري كمدرب ايضا معنا، السي سمير في الاعداد البدني، ومجموعه من الاطقم اللي هي الطاقم الطبي، الطاقم ديال الاناليز فيديو، الطاقم الاداري. فهذه العمل ديال المجموعه، فما يمكنش يعني مسار ديال كاس افريقيا نختزلوه في يعني في واحد الشيء اللي ما غيكونش غيكون بعيد على الحقيقه، لانه كره القدم ماشي مجرد شخص واحد مع مجموعه من اللاعبين. وكيبقى شنو الوصفه ديالكم نتوما كجماعه في التدريب وفي تهيئ هذا الفريق وفي التالق بهذا الفريق؟ المكان كانت النيه لينا هي اساسيه، وكان العدل يعني في عمليه الاختيارات. كنا بعاد على التاثيرات، بعاد على ربما اشياء كانت تتوقع في السابق، كنا عادلين مع الوليدات في عمليه الاختيار، ما كانش عندنا يعني مقاييس غير الجاهزيه وغير الجوده ديال اللاعب، وفيما بعد التعامل مع هذه المجموعه باش نخرجوا منها الماكسيموم. يعني حاولنا اننا نربيهم شويه على العمل الجماعي، على العيش كمجموعه ايضا، وهذه اشياء اللي شاهدنا على ارضيه الملعب. حاولنا ايضا نلقاو اسلوبنا خاص باش نواجهوا المدارس الافريقيه، لانه على مدار التجارب تبين على انه الا ما كانش عندك اسلوب خاص فالجانب البدني والفيزيولوجي تيصنع الفارق شويه في المناسبات. حاولنا نلقاو انه الامور الجماعيه والتنظيميه ربما يكون عندها يعني تاثير في النتائج اللي ممكن نحققوها. النتائج. طيب تكلمتي على الاختيارات والعدل، الاعتبار الوحيد اللي كيعتمد عليه سعيد شيبه والفريق ديالو المجموعه ديالو هو شكون كيعرف يلعب وشكون جاهز. ما كاينش تليفون عافاك بغيتو نلعب، ما كاينش على حد علمي ما كاينش. لا، هو دائما تكون في موقع القرار، اتخاذ القرار دائما تكون انا سميتهم لي سوجيستيون، يعني اقتراحات على شكل اقتراحات. هذا لاعب تيلعب هنا، هذا لاعب تيلعب في ميلان، هذا لاعب تيلعب في باريس سان جيرمان، هذا لاعب تيلعب هنا، هذا لاعب جيد في فريق محلي. احنا تنفيريفيو، تنحاولوا نفيريفيو وتيكون القرار لينا. بعض المرات الناس تيتفاجئوا، ولكن الانسان تيكون يعني عنده الامور واضحه، ما خصوش يمشي مع ليموسيون. يعني انت تنكونوا في الاناليز، في التحليل، لاعب تيلعب بشكل معين ديالو. ولذلك شاهدنا ان التمثيليه ديال المنتخب يعني متفرقه من انديه كثيره، بينما من يمارس في المغرب ومن يمارس خارج المغرب. يعني على هذا التقسيم يمكن عكس المنتخب الاول، الحضور ديال الدراري اللي كيلعبوا في المغرب اكثر من اللي كيلعبوا على برا. عندنا نقيلات زوينين هنا ما نحتاجوش يعني كل مره. من اصل 26 عندنا 22 لاعب تيمارسوا في المغرب، وهذه يعني مرتبطه ايضا الفئه العمريه. والممارسه في الانديه الاوروبيه ماشي مقياس. الممارسه في الانديه الاوروبيه داخل في اطار الهجره ديال الوالدين ومولد هذاك الطفل ولا هذاك اللاعب الصغير، فهو يعني قدروا انه يلعب في كما قلنا في باريس سان جيرمان ولا فرانكفورت، ولكن ما تيعنيش انه في هذيك السن هو ربما تيفوق اللاعب اللي تيمارس هنايا. ربما مع التقدم في السن تيولي مقياس، يعني اللاعب الى في 22 سنه وتيلعب مع فريق اوروبي قوي، فهذا مقياس يعني مؤشر على انه عنده مستوى معين. لكن في السن الصغيره انتماء لاسم النادي ما تيعنيش بزاف ديال. حتى واحد مثلا بحال يمين لامال اللي في البارسا لا ما ضيعناش، هو قرار ديالو انه ما يجيش. حاولتوا؟ كانوا هناك اتصالات حتى على مستوى كبير، يعني ماشي، ولكن هو الظهور ديالو كان ظهور يعني متاخر في السنه هذه الاخيره، منذ سنه تقريبا. هو بريكوس يعني بالنسبه للسن ديالو في 14 سنه ما شاء الله هذا، ولكن خياره الان يعني مرحليا انه يمثل المنتخب الاسباني. يعني على كل حال نتسناو شي الله ان شاء الله ان شاء الله غادي كاينه الامكانيه ديال تغيير الجنسيه الرياضيه. ما كاينش مشكل، خليه يخدم مزيان ان شاء الله باش يجي لبلادو. النوادي المغربيه انا حاولت نشوف، واخا ما كنفهمش في الرياضه بزاف، ولكن التمثيليه ديال الفرق اللي تعتبر كبرى في المغرب ما حضرش بزاف في الفريق ديال سعيد شيبه. علاش؟ واش ما قدرش هاد النوادي تعطينا فئات سنيه؟ اش واقع بالضبط؟ في حين اكاديميه محمد السادس مثلا
اعطتنا عدد متميز ومهارات متميزه. يعني لو كونستا ديال اليوم تيعطيك حقيقه يعني ما يمكنناش نتفاداوها، لانه كاين دي ستركتور اللي تيشتغلوا بشكل جيد. يعني الاكاديميه ديال محمد السادس، فريق الجيش الملكي، وفريق فتح الرباطي، هذه يعني رقميا ممثلين بسبعه وخمسه واربعه اللاعبين، فهذا شيء اللي واضح. انت اكيد يعني تتعني او تشير الى فريقي الوداد والرجاء. فاكيد انه ربما كاين شي حاجه اللي ما مشياش مزيان على مستوى الفئات السنيه، ربما الاهتمام، ربما اشياء اخرى. تنظن انه يجب يعني الرجوع للعادات التراديسيونيل اللي كانت، انه التمثيليه كانت تكون من المغرب كله، فباستثناء يعني بخلاف يعني اضافه للرجاء والوداد، هناك مناطق اللي تاريخيا كانت تتغذي المنتخبات. يعني المنطقه ديال فاس مكناس كان في السابق ما يمكنش ما تكونش تمثيليه. المنطقه ديال تادله اللي تنقول انه على مستوى الفئات السنيه كانت دائما تادله، يعني فخر صالح، خريبكا، وتزم، هذه المناطق اللي كانت ولاده من ناحيه كره القدم. والمنطقه ديال مراكش، منطقه مراكش معروفه والنواحي لان كانت تعطينا لاعبين. فهذه اكيد انه كاين اشياء خصها تحسن، لا في هذه المناطق لا في فريق الوداد والرجاء، باش نرجعوا لديك التمثيليه وتولي قاعده ديال الاختيار يعني واسعه. واخا. طيب سي سعيد شيبه كوتش، واحد السؤال ما طرحناش وحنا فرحانين، علاش ما قدرناش نديو الكاس وحنا كنا رابحين؟ هي النهائي والمباراة تتلعب على اشياء بسيطه يعني، فهمتي. القراءه اللي درتي سعيد شيبه من بعد على انه الخصم ايضا ما خصناش ننساو، حنا عندنا لا طوندونس نهضروا على ريوس، ما نهضروش على الخصم. يعني بالفات انك لمده ساعه وربع تقريبا ولا ساعه يعني سيطرتي على الخصم بالقوه ديالو اللي معروفه، بالاكتساح ديالو في دور المجموعات في التصفيات. هذا شيء يحسب للاعبين. يعني تيبقى يعني داك التفاصيل الصغيره ديال ضربه جزاء ماشي ضربه جزاء، ديال كوننا في الفتره اللي كنا جيدين فيها ما سجلناش الهدف الثاني لما كانوا عندنا فرص وكانوا عندنا امكانيات. فهي تفاصيل تتلعب عليها المباراه. كان عادي جدا ربما في 2-0 المهم المباراه انتهت، كان عادي جدا ربما من بعد 1-1 نمشيو لضربات الجزاء، ولكن جاو هدفين يعني في ضرب الصغير تاثروا بزاف. طبيعي لانه عامل السن يعني ما يأهلهمش على انهم يهزوا هذيك الهزه يعني في ذاك التوقيت السريع. فالتور كان واضح، ولكن الحمد لله يعني بالمساعده ديال الجميع استطعنا انه نقوموا بالواجب اللي هو ردوا لهم يعني الحاله الطبيعيه ديالهم، انهم يعاودوا بانهم داروا شي حاجه زوينه، وانهم هذه مرحله خصهم يبنيو عليها باش يمشيو لمراحل اخرى ان شاء الله. مراحل اخرى. كيبقى السؤال كذلك سي سعيد شيبه، واش ساهل تكوتشي دراري في هذا العمر؟ لا صعيب شويه، صعيب لانه التكوين ديال الشخصيه ديالهم من ناحيه لي ريغولاريتي، يعني عندهم مزاجيه متفاوته، يعني من اسبوع لاسبوع، من شهر لشهر تقول واش نفس الطفل اللي كان في الشهر اللي فات هو اللي قدامك. فهناك متغيرات هرمونيه كثيره تتاثر على السيروره ديالهم وعلى يعني الكاليتي ديال التعلم. يعني لابرونتيساج ديالهم تيكون متذبذب في بعض الاحيان، تيبداو يفهموا في احيان اخرى اكثر، وايضا يعني دوغري دو روتونسيون، يعني الاحتفاظ بالمعلومه وداك الشيء. يعني في هذا السن تنعرفوا انه سن ديال الاحلام، فالوليد قدره ديال على التركيز عندهم شويه قليله في هذا السن هذا، وهذه هي الصعوبه. لكن من تيطولوا شويه المده معاك وتتعودوا على الخطاب، تحاول تمشي تدريجيا انك ترسخ الامور، انك ماشي مدرب واب في نفس الوقت. لا، وخصوصا في المفاهيم ديال الكره، انه ما تمشيش بسرعه كبيره بغرض انك تعلم بزاف د الحوايج قبل ما تاكد بانه ترسخات الاساسيات. الترسيخ ديال الاساسيات تنظن هو المفتاح، ترسخ الاساسيات عند الوليدات، وعاد الاضافات. كاين اللي تيحاول يمشي بسرعه، انه يعلم الوليد ديال 15 سنه كانه تيعلم زياش ولا هذا اللي عنده ينباز ديجا ولا قاعده يعني محترمه كرويا. يعني الا ممكن سعيد شيبه في الكواليس، خصوصا نتوما اما في المعسكرات قبل
فاش كتوجدوا او لا اثناء البطوله؟ كنعرفوا الدراري ديال دابا خصو التليفون، خصو يتكونيكتا، وخصو يشاطي، وخصو يقدر ما يبغيش ينعس ولا ما يبغيش يفيق الصباح. كنساهل الضبط هادشي كي درتو ليه؟ وهو راه خدا مده اكيد في الاشهر الاولى، يعني منذ سنتين الاشهر الاولى كان الوليدات ما مستوعبينش هذاك الالتزام بالحياه الجماعيه. حنا حاولنا ديك لا فيديو جروب هي الخطوه الاولى، انه يتعلم يعيش مع المجموعه قبل كره القدم وقبل ضربها وكونتروليها وهذا. يتعلم يحترم المجموعه، يحترم لا توني، التوقيت، الاداب ديال المائده، الاداب الكلام. هذه اشياء مشينا بها. وطبعا القضيه ديال لي ريزو سوسيو كانت من الاشياء اللي صعيبه، لانه عرفنا هذا الشباب وارتباطه يعني بهذه المواقع وارتباطه بالهاتف النقال. ففهمناهم على انه كره القدم يعني فيها بزاف ديال التضحيات، ومن بين التضحيات انك ما تتعيش كأي شاب في عمر 16 سنة. ما يمكنلكش تكون في المواقع بداك الكيفية اللي شاب عادي ما تيلعبش كرة القدم. ومن يبداو تيفهموا يعني تفهموا دوك التدابير ديال اننا تناخذوا الهواتف في اوقات معينه، اوقات الراحه، اوقات النوم، بالليل. تفهموا على انه الحياه ديال لاعب كره القدم في المستقبل تستدعي بانه تقدم بعد التضحيات. ولكن تبارك الله بان فيهم تهابي تبارك الله، خصوصا من بعد المغرب من الجزائر. هو طريقه باش ساندوا وتعاطفوا معهم. هو الاساس طيب يعني، وخصنا نشكروا العائلات لانهم كلهم وليدات عندهم انفون يعني طيب. وهذاك التعامل خرج عفوي، يعني ما كان لا تعليمات ولا يعني خرج عفوي من اللاعبين لانهم ما عندهمش. حاولنا طبعا اننا نخرجوهم من ذاك لونتيسيدون ديال البطوله العربيه، محيناه، قلنا بانه دخلنا لهم بانه شيء عارض داز. وهذاك المواساه ديالهم للاعبين كانت طبيعيه وكانت سانسير، ما كانتش مصطنعه، لان وليد 16 سنه ما يقدرش يتصنع. شحال فيها. ممتاز. طيب كاس العالم غيجي، شنو داير سعيد شيبه والفريق ديالو في دماغهم على مستوى التشكيل، على مستوى الاداء؟ دابا راه ديك ما بقاش من حقنا نهبطوا النيفو. صعب عليك المأموريات. لا ما كاين حتى شي حاجه صعيبه، هو نفس التعامل يعني انها بطوله عالميه من مستوى اخر. وحنا في السنتين الاخيرتين كان دائما الهدف تنقولوا له انكم تلعبوا في كل بطوله اكبر عدد من المباريات. اوتوماتيكيا مشى تلعب اكبر عدد من المباريات سواء مشيتي يعني الادوار الاخيره. ففي بطولات العربيه مشاو المباراه النهائيه، في البطوله ديال اليوناف لعبوا المباراه النهائيه وفازوا بها في كل المباريات. في كاس افريقيا لعبنا المباراه النهائيه، اي لعبنا جميع المباريات. فالهدف مبدئيا اننا نلعبوا اكبر عدد من المباريات في كاس العالم طبعا. ومن بعد تيبقى الطموح تيتجدد يعني بكل مرحله. يعني كما قلتي الطموح ديال اليوم ديال المنتخب المغربي في كل الفئات ديالو هو التشريف والفوز في كل المباريات. تيبقى اننا خصنا نستعدوا كونسيكونس، يعني ما يمكن ماشي كافي انك تبقى تهضر وتقول غنديرو. خصنا نستعدوا. الحمد لله بدينا ثاني يوم يعني ديال كاس افريقيا تنحضروا الاستعداد بما فيه ذلك يعني انهاء البطوله ديال هذا الموسم باش الوليدات ياخذوا واحد القسط ديال الراحه، ثم برمجه يعني الاعداد في الصيف والمباريات الوديه ان شاء الله في التواريخ اللي جايه. سعيد الشيبه نقدروا نقولوا كنعيشوا مرحله جديده ديال الكره المغربيه، دابا كنحصدوا شي حويجات زرعناهم اكيد، ولكن هذه هي البدايه. هذه هي البدايه لانه من ترسخ التواجد ديالنا في المباراه في البطولات النهائيه الافريقيه. دائما نولي عندنا حضور دائم في المربع الذهبي في كاس افريقيا اللي هو خصو يكون الهدف. تنظن ان الهدف هو ان نكونوا دائمين التواجد في المربع الهادي. لما تثبت في واحد البطوله معينه 5 دورات 6 دورات في المربع الاخير، هذا تعني انك بصمتي على انك من اقوى المنتخبات، وهذا هو التطور. يعني ما يمكنناش نكتفيو مثلا بانجاز بحال ديال اللي دار المنتخب ديالنا في كاس العالم اذا ما كانش تاكيد يعني في الدوره القادمه. فالتواجد في المحافل الدوليه في مراكز متقدمه هو اللي غيأكد بانه يعني الكره المغربيه ولات عندها مكانه. ولكن اكيد انه البوادر بدات تظهر
واكيد انه العمل القاعدي هو الحل. يعني تنشوفوا بانه اليوم من واحد 3 ولا 4 الانديه بدات تشتغل بشكل جيد، المنتخبات الوطنيه تستفد اوتوماتيكيا هذا العمل. بالتجربه كنشوف شحال من واحد حاليا كيسول مثلا من اللي بدا ما بعد قطر، كيسول على كيفاش يوصل اكاديميه محمد السادس باش هو يتكون. كيفاش ممكن نطوروا هذا المفهوم ولا نطوروا هذا الكونسيبت ان صح التعبير؟ خصنا نكونوا اخرين تيحظوا بنفس نفس السمعه ديال الاكاديميه، لان الاكاديميه ما يمكنلهاش تخدم على الوطن كله ما شاء الله. يعني القاعده كبيره، خص يعني دي ستركتور اللي يمكن لهم يستقبلوا وليدات المغاربه خصوصا اللاعبين الموهوبين باش كما قلنا القاعده تكبر. لانه الى الانديه الكبيره الان الرجاء والوداد رجعوا للعمل القاعدي اللي كان معروف عليهم والتفريغ، والى تخلقات اكاديميات اخرى وكانت في عمل تكاملي مع الجامعه الملكيه المغربيه ودوك المراكز الجهويه اللي تختار النخبه في كل منطقه. تنظن انه المنتخبات الوطنيه غيكون غير تحصيل حاصل، يعني غتكون يعني الدائره او ديال الاختيار واسعه، وغيكون غيبقى فقط التاثير ديالهم والتدبير ديال المشاركات ديالهم. واضح. قبل ما نعطي سعيد شيبه بعض المعطيات على الشاشه باش يعلق عليها، كاين اللي قال سعيد شيبه ما كانش محظوظ مع الانديه المغربيه وتالق مع منتخب وخا في الفئات السنيه. ما كنتيش محظوظ فعلا ولا غير المسار هو هذا؟ لا، تنظن انا الحجم ديال الانديه اللي كانت عندي معهم تجارب يعني هو هذيك هي النتائج بخير. يعني الانفصال ولا هذا تيبقى شيء يعني خاص، يعني خصو موضوع اخر تدخل فيه اعتبارات اخرى، حسابات اخرى تيضرب لها للاسف. يعني المسير المغربي في نهايه الموسم تيبدا يضرب حسابات اخرى. ولكن التجارب عطفا على يعني الحجم ديال الانديه تجارب مفيده بالنسبه لي، لانه في كره القدم كلها تجارب مفيده. تيبقى غير داك الفيدباك اللي غتاخذ واش غيفيدك لما هو قادم ولا لا. هذا هو الفرق بين انسان وانسان، فهمتي. ولكن الاطر الوطنيه هذه المرحله ديالها حتى هي كنظن. والاطر الوطنيه والانسان المغربي ماشي في الرياضه، في كل المجالات. يعني ما يمكنش الرياضه تكون استثناء وكره القدم استثناء. اذا الانسان المغربي بين انه في كل المجالات تيوصل للعالميه وتيستعنوا به يعني كبريات الدول وكبريات المؤسسات، فما كاينش يعني شي مانع على انه الاطار الرياضي وفي كره القدم يكون عنده هو سقف ديال الطموحات. والتجارب بينات على انه الاطار الوطني يعني دائما ما كان في الموعد لما تتاح ليه الفرصه. عندنا تجارب كونكري يعني من وليد، وحنا راجعين بحسين عموته، بجمال سلامي، بالتوصيب، فخير، بزاكي. يعني نظن ان الالقاب ربما القاريه مرتبطه اكثر بالاطر المغربيه، ولكن دائما كاين لا دوبل فاس انه الاطار الوطني ايضا خصو يشتغل على راسو، يجتهد، يكون قادر للمسؤوليه، وانه يعد راسو الفرصه اللي تجي. يعني لانه عارف في الرياضه بحال شي تران تيدوز، فهمتي. الا كنتي جاهز تطلع، الا ما كنتيش جاهز تتراطي داك لو باساج ويقدر يتعطل باش يرجع التران عاوتاني من جي. طيب ما على الشاشه لقجع في تصريحات مثيره: لولا الظروف اللا رياضيه لبلغنا نهائي مونديال قطر. شو تعليقك السي سعيد شيبه على هذا؟ طبعا يعني الحسره ديال مباراه نصف النهائي، لان كان عندنا الاحساس انه كان ممكن نمشيو للمباراه النهائيه. فالبريزيدون بقى هذا لانه ما شاء الله المغرب وصل في ديك الظروف وبالاصابات وبفريق يعني مهيكل، وتقدم ذاك المستويات وتحرج يعني بطل العالم بداك الطريقه. فاكيد انه لو كانت هناك مساعدات خارجيه يعني، او كان هناك ربما التحكيم كان شويه غير مناسب، كان امكانيه اننا نمشيو لكاس النهائي. ولا ملي تمشي لكاس النهائي ما تعرفش شنو وقع، غتعضل هذيك مباراه كان ممكن كلشي ممكن يعني. وعليه نشوفوا مقطع فيديو استقبال حار باكادير للتلميذه. انا فخوره اليوم هنايا معكم، وفخوره بالانجاز اللي درنا في رواندا في لي جولمبياد بانافريكان دو ماتيماتيك. الحمد لله اننا قدرنا نحافظوا على المرتبه اللي كان واخدها المغرب.
المرة الثالثة على التوالي. وهذا ماشي مجهود بيرسونيل وانما مجهود تاع ليكيب توت اونتيير بلي بروف والتيم وجمعية ماتي ماروك اللي ساندتنا دوبوي الديبي. والحمد لله كنا ايكيب منسجمه وقدرنا نحصلوا دي ريزولطا اللي راهم مزيانين، ونتمنى نقدروا نجيبوا دي ريزولطا اللي يشرفوا بلادنا في لي زيمو. إذن استقبال حار بأكادير للتلميذة هبة الفرشيوي ملكة الرياضيات الإفريقية. باقي كنهضروا المغاربة. وهذا تيأكد داكشي اللي قلت لك، يعني الانسان المغربي راه علميا من اعلى معدلات الذكاء في العالم. لما تيتحط في ظروف مناسبه ما كاينش السقف ديال فين يمكن يوصل، يعني في العلوم ولا في اي حاجه. يعني في الرياضيات ماشي مفاجاه، المغاربه تبارك الله من حافظات القران، من احسن المجودين في المجالات الفنيه. راك شتي في لي كونكور انترناسيونال تواجد رياضيا ما بقيناش تناقشوها. فالانسان المغربي خصو يامن يعني بالامكانيات ديالو وتيحتاج يتحط في ظروف مناسبه. الله يعطيك الصحه سي سعيد شيبه. نختموا بصوره تعليق لسعيد شيبه طبعا. فين كنت انا بعدا؟ كنت من عموته. هذه الزكي تا هو فريق الفتح موسم 92 93 على ما اظن. هذا الدخول الاول ديال زكي من مايوركا، جا لعب سنه معنا. سي عبد الرزاق خيري يعني هداف في المنتخب في مكسيكو 86. سي عبد المجيد المريس الفوق، واللاعبين كبار يعني تشكيله كبيره، يعني عبد الجليل الحجي، خالد قيشوري، المريس، عزيز القراوي، حسين عموته، منصف معاوي، عبد الرزاق خيري، عزيز الباروري، وعبد الواحد درويش. حيتي عاقل على الجميع. هذه مباراه ديال البدايه، اول دوره مع فريق الكوكب مراكش، انتصرنا 2-0. مازال عقلت على النتيجه. هدف ديال في الرباط ولا في الرباط في كومبلكس، هدف ديال الخيري وهدف ديالي الثاني. انت ماركيتي ذاك النهار 2-0. الملاحظه في الصور الجمهور لان ما كيجمعش دابا كانت هذه السنه الثانيه ديال المرحوم بن حسين كرئيس، كان عطى واحد الدفعه كبيره للفريق فتح الرباطي، واول واحد خدم على ليماج. يعني الانتداب ديال زكي وديال المريس والخيري يعني كان عنده هدف بروباغاندي، يعني انه كان صعود تقريبا ديال 40,000 متفرج فتحي المركب الامير منير عبد الله. هو شيء اللي ماشي ما يتكررش تاريخيا. يعني تشوف هذوك راه كلهم مشجعين ديال فريق الفتح الرباطي، اللي اليوم الناس تتساءل على حضور الجمهور ديال الفتح الرباطي. كان متواجد في ديك الفتره، ولكن كان الفريق صراحه فهمتي فريق مستوى كبير صراحه. شكرا لك سي سعيد شيبه. شكرا لك، جيتي عندنا. بارك الله فيك. ترجع من كاس العالم ان شاء الله. انا عاودو ان شاء الله من بعد التألق. الا استحقينا نرجعوا. لا ان شاء الله نديروا كلشي ان شاء الله باش نرجعوا ان شاء الله باذن الله. الله يوفقكم من هذا المكان. شكرا للفريق التقني اللي رافقنا في هذه الحلقه. شكرا مشاهدينا، نتلاقاو الاسبوع المقبل حصه جديده مع الربانيه. خير دعوانا كيف العاده، باقي نصباتنا. السلام عليكم.